بصوا، الانترو بتاع الفيديو ده انا صورته تقريبا 3 او 4 مرات، وحاسه اني ولا حاجه من الحاجات اللي انا قلتها ممكن تعبر عن الحاجات اللي حصلت والحاجات اللي جوايا. وحته القصه دي اشتكت من كتر ما انا عدلتها عشان اعرف ان هي تطلع بشكل حلو، بس هي مش عايزه تتعدل. بس بغض النظر عن القصه، النهارده انا بقالي بالظبط 8 شهور و5 ايام غايبه عن اليوتيوب. ما بصورش، ما بقعدش قدام الكاميرا، او بالظبط او بمعنى اصح بقالي سنتين اخده اجازه من حياتي تماما. ما بعملش اي حاجه خالص في حياتي غير ان انا ام وبس. بس انا هحكي لكم على كل الحاجات اللي حصلت في حياتي الفتره الاخيره، وبجد مبسوطه جدا جدا بكل تعليقاتكم، وان انتوا ما نسيتونيش، وان انتوا كل يوم تكتبوا لي تعليقات. كل يوم اصحى الاقي ناس بيقولوا لي جيرمين ارجعي صوري فيديو حتى واحد، حتى لو في الشهر. فاللي هي ناس ما نسيتنيش. وعايزه اقول لكم ان انا بنزل اشتري كميه مكياج مش طبيعيه لمجرد بس فكره ان انا راجعه لليوتيوب. جرمين كفايه شراء مكياج، ماما انت ما بقيتيش بلوجر دلوقتي. لا، انا هشتري مكياج. المكياج بقيت بخزنه زي ما الناس بتخزن اللبس الشتوي في طلعه الصيف بالظبط. بس وات ايفر، انا هصور، انا هعمل فيديوهات، انا هشتري الحاجه الفلانيه عشان اعمل عنها ريفيو. فانا عندي كم حاجات محتاجه اعمل لكم عنها ريفيوهات مش طبيعيه. فعشان ما اطولكوش المقدمه اكتر من كده، لان انا ما كنتش ناويه ان انا اطول فيها، لاني اصلا اوريدي الفيديو زي ما هو هيبقى مكياج، هيبقى كمان رغي مع المكياج. فعشان ما رغيش اكتر من كده، يلا بينا. عشان اول حاجه خالص هنلم القصه بقى اللي مش راضيه تتعدل. بالمناسبه الشعر دوت كله شعر جديد، الشعر اللي طالع ده. ليه بقى؟ لاني من الحاجات اللي محدش هيقول لكم عليها، او يمكن حد قال لكم، بس الواحده وهي ام جديده بتبقى فرحانه ومبسوطه بنفسها، هي ان انتي شعرك كله بيقع. هو الشهاده لله، يعني عشان الواحد يقول اللي ليه واللي عليه. الشعر بيبقى حلو جدا جدا في الحمل. نتغاضى عن فكره الشعر والحمل والحاجات دي، ننساها شويه. هبقى احكي لكم قصه شعري ديت بعد شويه. بس انا دلوقتي هقول لكم السبب بتاع غيابي. السبب بتاع غيابي ان انا مني لله، والله ما كنتش قاصده ولا حاجه، ان انا خلفت بناتي الاتنين ورا بعض. بنتي الصغيره عندها 8 شهور وبنتي الكبيره عندها سنتين. ماشي. اكتشفت ان انا حامل، مش عارفه يمكن حد فيكم عرف ولا معرفتوش ولا ركزت ولا لا، ان انا كنت حامل وبنتي عندها 6 شهور. طبعا ظلمت سيلينا جدا جدا جدا، وظلمت نفسي وظلمت جسمي. طبعا كل واحد حر، فكره ان انت تخلفيهم ورا بعض والتعب يبقى واحد والكلام ده، بس انت حقيقي بتقضي على نفسك وعلى جسمك وعلى البيبي اللي عندك. المهم سيلينا ما كانتش ظبطت مواعيد نومها اصلا كل ده. وبعد كده جت كارلا. بقيت حرفيا ما بنامش، انا كنت قربت اتجنن. انا لولا اني بشوي معايا انا حقيقي كان زماني اتجننت خلاص. من الحاجات اللي حقيقي كانت بتقهرني، اني كانت مثلا كارلا خلاص تنعس تروح في النوم، هي بيبي يعني في الاول وفي الاخر لسه كانت مثلا شهرين ولا حاجه، لازم انيمها هي الاول، لان انا ما ينفعش انيم سيلينا الاول وبعد كده ارجع انيم كارلا، لان كارلا محتاجه تتشال وسيلينا محتاجه تنام في هدوء قاتل. ولازم تبقي طافيه النور من قبليها بساعه ونص مثلا ساعتين. فكانت سيلينا لازم تفضل صاحيه لحد ما انا انيم كارلا. كنت اشغل لها الكرتون، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي انا غلطت فيها، ان انا من كتر تعبي ومن ان انا كنت مش قادره ومش قادره ان انا هاتي واعمل، فكنت بشغل الكرتون طول الوقت. لاني اول 3 شهور كنت ببقى تعبانه جدا جدا، واخر 3 شهور حرفيا انا مش قادره اتحرك. فكنت مع شغل البيت مع التعب، لا خلاص انا هشغل لك الكرتون بقى واللي يحصل يحصل. بعد ما كارلا تنام، ابتدي بقى دور ان انا عايزه انيم سيلينا وخلاص تبقى بتنعس خالص. كارلا تقوم معيطه بقى في الاوضه جوه. تمام. وكارلا لو ملحقتهاش بتصحى، فتلاقي نفسك تقومي تضطري انك تروحي تولعي الكرتون تاني عشان تلحقي تروحي تشوفي كارلا وتنيميها، تشيليها طبعا على ايديكي عشان ترجع تنام تاني. فانتوا متخيلين؟ يعني مثلا كان في فاصل ما بيني وما بين النوم 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير كده. بالحركة اللي حصلت اللي فاتت دي، يبقى انا كده بقى فاصل ما بيني وما بين النوم ممكن يبقى ساعة ونص ساعتين، لان سيلينا عايزة ترجع كده تبدأ من جديد من الاول خالص كأننا ما عملناش اي حاجة. كانت من اكتر الحاجات اللي كانت مخلياني تعبانة جدا جدا، وحقيقي ما عنديش اي طاقة ان انا ممكن اعمل اي حاجة في حياتي. بصحى كتير قوي قوي بالليل، كانت من اكتر الحاجات اللي كانت مخليه ان انا عندي اكتئاب رهيب. نيجي بقى للمشكلة الاكبر من كده، وهي مشكلة جسمي. جسمي زاد جدا جدا مع الحمل ده. انا في سيلينا جسمي ما زادش كده خالص نهائي. كنت حقيقي زعلانة جدا على نفسي من وانا في الحمل اصلا، وانا عارفة ان انا زدت.
ومقتنعه ان انا زدت، بس عارفين اللي هو بيكابر. عماله اقول لنفسي عادي، ده الحمل، ما تموتيش في نفسك. لحد ما وصلت ل 75 كيلو. انتوا متخيلين يعني ايه 75 كيلو من واحده اصلا وزنها 50 كيلو؟ يعني 25 كيلو زياده في جسمي. فانا ما كنتش متوقعه ولا كنت متخيله ان هو ده هيبقى الوضع. وبعدين بقى بعد ما ولدت اكتشفت المشكله الاكبر، ان انا كنت بعد ما ولدت مثلا باربع خمس ايام كده لقيت نفسي ان انا 68 كيلو. بعد ما ولدت بشهرين كده بقيت 65 كيلو. خلاص انا ثبت على 65 كيلو، يعني في زيادة 15 كيلو في وزني. فما كنتش عارفة اعمل ايه. وانا عارفة طبعا ان انا السبب ان انا كنت باكل كتير وكان عندي اكتئاب طول الوقت، وكنت بضيع الاكتئاب دوت بالاكل. فده ما كانش حل، بس انا مقتنعة بده. بس يعني ده اللي حصل ساعتها. ما كنتش حقيقي عارفة اوقف اكل. وعشان احس ان انا شكلي حلو بقيت عمالة اشتري في هدوم جديدة، يعني اللي هو خلاص بقى الهدوم دي اكيد هتخلي شكلي حلو. اكبر مقاس في البنطلونات اللي هو مقاس تقريبا 40 او 42، والبنطلون ستيل ضيق يعني هيموتني. طب المفروض ان انا اعمل ايه؟ اجيب بنطلونات ايه اكبر من مقاس 40؟ وهدومي كلها ضاقت جدا جدا عليا. طب يعني بعدين المفروض ان انا اعمل ايه؟ وبسهر كتير جدا بالليل، والاكتئاب بيخليني باكل. انا الاكتئاب ده مش هيروح غير لو بطلت اكل، او غير لو خسيت ورجعت جرمين اللي انا عارفاها تاني بتاعت زمان. شكلي العادي، لبسي العادي. انا واحدة طول عمري كنت جسمي رفيع، فايه اللي حصل؟ دي مش طبيعتي، ودي مش انا. لحد ما بالظبط اتصورت الصورة دي، وحقيقي الصورة دي صدمتني بقى. كانت ليلة العيد وكنت لابسة فستان. كنت حاسة نفسي ان انا في الفستان ده يعني قال يعني ايه، ان انا بقى جسمي حلو وان انا ابتدى جسمي يتصلح. ولسه بكابر مع نفسي زي ما بيقولوا يعني، او مش عايزة اعترف ان في مشكلة لسه، لاني مش عارفة ابطل اكل. لما بصيت على الصورة دي اكتشفت الجريمة اللي انا عملتها. كنت حرفيا عاملة شبه سبونج بوب، عارفة عاملة كده بالظبط، قطعة كده. زعلت جدا على نفسي وسألت نفسي هو انا ايه اللي وصلني للي انا فيه ده، وما بعملش اي حاجة في حياتي. بنام وبقوم وقايمة كسلانة وتعبانة وما بعملش حاجة خالص. واكتئاب الدنيا بقى حاطط عليا. فلا، كفاية بقى لحد كده. وفعلا بقى ابتديت ان انا اخدهم وانزل. طبعا كان بيتمسح بيا بلاط الشارع، لاني طبعا سيلينا مش راضية تقعد في العربية بتاعتها، وكارلا عايزة تتشال لان هي متعودة على الشيل، مش عايزة برضو تقعد في العربية. فكنت بضطر ان انا طبعا مش عايزه احكي لكم ان عربيه التوأم دي كانت ابشع اختراع اخترعوه في حياتهم اساسا. فكنت وانا بزقها كاني مثلا ايه، عارفين اللي هم بيعملوا رياضه دول، اللي هم بيقعدوا يدحرجوا الكاوتش دول وكانهم بقى بيعملوا رياضه، انا كنت بنزل اعمل كده. فكنت بحس نفسي ان انا بنزل اتعذب، بس قلت لنفسي لا، انا لازم انزل امشي ولازم اعمل رجيم. وفعلا مشيت وعملت نظام غذائي وحاولت يعني على قد ما اقدر، لحد ما الحمد لله الحمد لله رجعت الى حد ما. انا دلوقتي بقيت 55 كيلو تاني. في الفترة دي كل حاجة بايظة، جسمي بايظ، شعري كله وقع، كله حرفيا. يعني شايفين الشعر الجديد ده كله اللي هو القصير الواقف ده، انتوا يتهيأ لكم الوهلة ان هو متكهرب. هو مش متكهرب، هو شعر طالع جديد، كتر الف خيره. فشعري اتقطع خالص خالص. بقيت من قدام، هحط لكم صورة شعري من الجنب من هنا. بقيت من شعري من قدام حرفيا بقيت مقرعة، يعني لما بعمل كده الناس بتشوف الفروة بتاعت راسي من الجنب. فبرضو جبت كورس علاج لشعري، من شامبو، من شامبو، من هير تونيك، من فيتامين. عملت كل حاجة واي حاجة عشان ترجع لي شعري تاني. لان انا من الناس اللي حقيقي حقيقي شكل شعرها بيفرق جدا جدا في الشكل كله كتوتال يعني. يعني لما شعري اليوم اللي شعري حقيقي فيه حلو، انا حتى لو ما حطيتش مكياج خالص انا خلاص تمام، انا حلوه وزي القمر. اليوم اللي شعري فيه وحش، والله لو عملت ايش باللذي. شو يساعدني جدا جدا ان احنا ننظم نوم البنات. ما تنظمش يعني، سيلينا ما نظمتش لسه مواعيد نومها. كارلا الى حد ما نظمت مواعيد نومها، بس سيلينا لا، ستيل لسه زي ما هي. فهي بتروح الحضانة دلوقتي وبرضه لسه ما ظبطتش مواعيد نومها يعني، ولا الهوا. البت بتصحى الساعة 8 الصبح، ماشي، بتنام ساعة واحدة في النهار، واحيانا بتنام نص ساعة مثلا او اقل كمان. وتيجي نطفي النور من الساعة 10 بالليل، ونفضل بقى نحاول لحد الساعة 12. يعني طفل صاحي الساعة 8 الصبح
ونايم نص ساعه في الظهر، ينام الساعه 12 بالليل. تكتفي بكده؟ اطلاقا، ما تبقاش بنتي لو عملت كده. تجيلك على الساعه 3 او 4 الفجر حبيبتي تصحى لحد الساعه 6. مش عارفه دي فتره ايه عندها دي، انا مش فاهماها. وبعد كده ترجع تنام تاني عشان نصحيها بقى بضرب النار. ان انا لا، لازم ارجع تاني اعمل حاجه في حياتي بعيدا عن ان انا ام. لاني بجد انا بالطريقه دي وبالاسلوب ده انا هتجن. انا خلاص طاقة ان انا ام حاسة ان هي بتستنفذ، والطاقة دي ما ينفعش انها تخلص. اي طاقة في الدنيا ممكن تنفذ الا طاقة ان انت تبقي ام. لاني حقيقي في حاجات لو انت ما عملتهاش مفيش حد هيعملها، خصوصا لو انت عندك بيبي. يعني لو اطفالك كبار شوية ممكن تسيبيهم يعتمدوا على نفسهم شوية. هو الامهات اجمعت كلها ان الكلام ده ما بيحصلش، بس يعني الموضوع مش هيبقى سيء زي ما هما بيبيهات. البيبي محتاج انه ياكل، محتاج انه يشرب، معتمد عليكي اعتماد كلي. هو برضو ذنبه ايه؟ ذنبه ايه ان هو اتولد لأم يعني ولدت مرتين ورا بعض؟ ذنبه ايه ان انتي ما بتناميش؟ هو المفروض يعني الواحدة لما بيبقى عندها بيبي واحد بس بتبقى مفرغه له كل طاقتها وكل حياتها. صراحة حسيت ان انا مقصرة في حق سيلينا جدا جدا، ومقصرة في حق كارلا، وحاسة ان انا بضغط على نفسي زيادة. فاخدت قرار ان انا خلاص انا هوقف كل حاجة، وفعلا هبقى ام بس. قررت ان انا الفترة اللي فاتت ان انا انسى نفسي خالص، واني ابقى ام بس. وعلى فكرة دي حاجة مش صح، شطارة منك، والناس مش هتسقفلك انك عملتي كده. كلها هتفضل تقولك احمدي ربنا، غيرك مش لاقي ضفر عيل، إيه انتي في نعمة، انتي كنتي حقيقي محتاجة ان انتي تتحرمي من العيال سنتين 3 وتفضلي تجري على الدكاترة عشان تحسي بنعمة الحاجة اللي انتي فيها. اه يا جماعة ماشي، انا معاكم في كل اللي انتوا بتقولوه ده، بس في حاجات البني ادم محتاجها. المشكلة ان معظمهم ستات هتقولك الكلام المستفز ده، فحاولوا ان انتوا تعدوا الناس دي اصلا، ما تقابلوهاش وما تحكيلهاش مشاكلك اساسا. واللي تقولك انا مش عارفة خلفت 9 ورا بعض، وما كنتش عارفة استحمى، وما كنتش عارفة اسرح، ما كنتش يعني ايه الانجاز في اللي انتي قلتيه برضه؟ يعني انت كنتي مبسوطة؟ انتي بينك وبين نفسك كده كنتي عايشة مرتاحة ومبسوطة؟ مش فاهماكوا بصراحة. ثانية اتقل حواجبي شوية لاني حاساهم خفاف. فحاولت الفترة اللي فاتت ان انا فعلا اخد بريك، ادي دماغي دي بريك شوية، ان انا مش هعمل حاجة خلاص. انا وفعلا اطفالي محتاجيني، بيتي محتاجني. اخد اجازة زي ما اي حد ما بياخد من شغله اجازة. مش ان انا مجبورة او ان احس ان انا بضيع احلامي وبضيع كل حاجة في حياتي. نصيحتي لكل واحدة هتعدي بالمرحلة دي، انا واحدة بقالي سنتين او لطفلين ورا بعض، فيعني ممكن اديكوا الخلاصة. اعملي اللي يريحك. لو انتي شخصية بتحبي القعدة في البيت، بتحبي السهر، بتحبي التلفزيون، اقعدي وارتاحي واسهري. مش لازم خالص تحققي كاريرك ولا تحققي ذاتك ولا تبقي سوبر وومن وان انتي تبقي فظيعة بقى واو وتقعدي في القعدة انا بعمل وبعمل 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 ولازم نعد على صوابعنا كلها حاجات انتي بتعرفي تعمليها. مش كده خالص على فكرة. لو انتي من الناس اللي بتحبي النزول والخروج، اخرجي. اتحدي شويه موضوع انك انت مثلا معاكي بيبي والكلام ده، وحاولي انك تخرجي. انا عارفه وانا واحده من الناس كان بيتمسح بيا البلاط لما بخرج، بس اعملي الحاجه اللي تريحك. انا واحده من الناس بحس نفسي او بحب ان انا اشوف نفسي ان انا شخصيه ناجحه، اني بعمل حاجه في حياتي. فكانت من اكتر الحاجات اللي هترجعني لحياتي ان انا ارجع لليوتيوب او ارجع اعمل حاجه لنفسي بمعنى اصح. بس كان في الفتره دي ما كانش ينفع، كان لازم اخد بريك، كان لازم اوقف كل حاجه واقول لنفسي ان انا هبدأ تاني، بس مش دلوقتي. لاني طول ما انت عايزة تعملي حاجة وفي حاجة منعاكي بتلاقي نفسك ان انت لا انا خلاص انا مش عارفة، انا حياتي بايظة، انا مش مبسوطة، انا مش مرتاحة. بس لما تبقي من جواكي انا هدي نفسي بريك دلوقتي وهرجع في الوقت المناسب، بتلاقي نفسك انك فعلا هترجعي وهترجعي صح. دي اكتر حاجة وصلتني للسلام النفسي وخلتني ان انا ارجع ارتاح تاني، اعرف احس ان انا راضية عن حياتي تاني. انا مش طالعه اتفلسف عليكم، بس حاولت ان انا لو حد في الحياه او لو حد عنده نفس الظروف اللي انا بتكلم فيها ان هو يعرف يعدي المرحله دي، لانها من اصعب المراحل اللي ممكن تعدي على اي ست في حياتها. اكتئاب رهيب، حياه ممله مش طبيعيه، فبتلاقي نفسك انك لازم تطلعي من الاحساس ده ولازم تطلعي من الحياه دي. المهم مش هطول عليكم اكتر من كده. ده كان المكياج بتاع النهارده، ودي كانت كل الحاجات اللي حصلت في حياتي الفتره اللي فاتت.
بتمنى من كل قلبي ان الفيديو يكون عجبكم. اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه هي الحاجات اللي انتوا عايزيني اعملها الفترة اللي جاية. انا اوريدي في جدول كده طويل كبير محضراه عشان اعمل فيديوهات كتير قوي الفترة اللي جاية، بس برضو عايزاكم تكتبوا لي وتقولوا لي ايه الحاجات اللي انتوا عايزيني اعملها لكم، وايه الحاجات اللي عايزيني اعمل لكم عنها ريفيوهات. بتمنى من كل قلبي ان الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.